ينادي مناد في أهل المدينة: صخب، جلبة، صياح، فيل في المدينة، فيل عظيم في المدينة. وما كان أهل المدينة قد رأوا الفيل. ما عندهمش تصور كيف نحن تو يعرفوا ايش معناتها، يسمعوا بالفيل ما رواش، ولا عندهم صورة عليه، ولا عندهم حتى فكرة. فخرج الناس مسرعون في بطن المدينة يبحثون عن هذا الفيل حتى يروا الفيل. وللأسف يا أحبتي في الله، حتى هؤلاء الطلبة والتلاميذ أصابهم ما أصاب الناس، وتسابقوا وخرجوا يريدون رؤية هذا الفيل، إلا طالبا واحدا لم يتحرك قيد أنملة، وهو يحيى بن يحيى الليثي. هذا جاي من بلاد الأندلس. شو منين جاي؟ جاي باش يسمع علم الإمام مالك في آخر الزمان متاعه رحمة الله عليهم أجمعين. إلا يحيى بن يحيى الليثي لم يخرج. فنظر إليه الإمام مالك وقال: يا يحيى، ما الذي دعاك لعدم الخروج؟ لماذا لا تخرج مع من خرجوا؟ هل رأيت الفيل من قبل؟ ألا تحب أن ترى الفيل؟ فقال يحيى ابن يحيى الليثي رحمة الله تعالى عليه: إنما غادرت أهلي ووطني وجئت لأرى الإمام مالك وأتعلم من علمه وأسمع الحديث عنه. يا سبحان الله. قال له: أنا الهدف متاعي واضح، الهدف متاعي مرسوم، أنا جاي نطلب في العلم، لا فيل يشغلني ولا غير فيل يشغلني. يا سبحان الله. ونرى أن التاريخ لم يقف مع أحد من هؤلاء الطلبة والتلاميذ الذين خرجوا لرؤية الفيل، لم يذكرهم التاريخ أبدا. بينما يحيى ابن يحيى الليثي هو أشهر من قام لكتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك، شرحا وتفسيرا وبيانا وإيضاحا، ثم كان أعظم علماء زمانه في الأندلس، أعظم علماء المالكية في الأندلس وما جاورها. كل ذلك لماذا؟ لأنه كان قد رسم هدفا وغاية، واتجه صوب هذه الغاية يريد أن يحققها، ولم يلتفت إلى الشواغل والمشاغل والمغريات والملهيات والمهلكات والمثبطات. نظر فقط إلى هدفه،